اهلا بيكم في الفيديو الثاني من سلسله شرح سيستم مالي، والنهارده هندخل على الجوكر بتاع مواسم المبيعات، موديول التصنيع والتجميع او زي ما بنسميه في السوق موديول البوكسات. اي حد شغال اي كوميرس عارف ان المواسم معناها عروض وتجميعات، يعني تي شيرت وبنطلون مع بعض بنبيعهم تحت اسم طقم العيد. الازمه والكارثه بتبدا لما تعتمد ان المودريتور هي اللي تفتكر تدخل تختار كل قطعه لوحدها مع كل اوردر بيطلب العرض ده. هنا بتحصل اللخبطه، اوردرات بتطلع ناقصه، مخزن بيتضرب، ووقت بيضيع في التقفيل. علشان كده لازم يكون في موديول التصنيع. الموديول ده معمول عشان يجمع المنتجات مع بعض، ولما العميل يطلبه السيستم يتعامل معاه كمنتج واحد منفصل. الواجهة هنا متقسمة ل3 تابات في منتهى السلاسة: البوكسات، تصميم البوكس، والتحليلات. تعال نبدأ بالأساس وهو تصميم البوكس. هنا انت بتبني العرض بتاعك، بتكتب اسم البوكس وليكن طقم العيد مثلا، وبتحط سعر البيع للعميل، وتبدأ تختار المنتجات الداخلية اللي هتتكون منها التجميعة دي. بتختار المنتج الأول وتحدد كميته، وتضيف المنتج التاني وتحدد كميته. أول ما بتضيف المكونات عينك بقى تروح فورا على قائمة المعاينة، وهنا بيبان الذكاء المالي للسيستم. السيستم مش بيحسب لك التكلفة بالتقريب، لا، ده بياخد الويتد افريج كوست او المتوسط المرجح للتكلفة من المخزن لكل قطعة انت اخترتها، وبيطلع لك هامش الربح الحقيقي للبوكس ده بالقرش الواحد. انت بتعمل العرض وبتحدد سعره وانت مطمن 100% انك كسبان، مش بتخسر في العرض. بمجرد ما تراجع وتتأكد بتدوس حفظ. البوكس ده بيظهر معاك في مكانين. المكان الأول بيكون في المخزن، وتقدر تديله البريوريتي أو علامة النجمة علشان يظهر للمودريتور في أول القائمة وتختاره بضغطة واحدة. بس هتلاحظ حاجة مهمة جدا: البوكس في المخزون مقفول عليه التعديل أو الحذف أو إضافة كميات يدوية، والستوك الفعلي والمحجوز بتاعه دايما متصفر. طب ده ليه؟ لأن البوكس ده بيتكلف ويتشكل تلقائيا من المنتجات الرئيسية اللي جواه، فمستحيل نلعب في أرقامه يدويا. المكان التاني اللي بيظهر فيه البوكس هو تابة البوكسات جوه الموديول نفسه، وهنا هتلاقي في تفاصيل العرض بس أهم رقم هتشوفه والرقم اللي بيمنع كوارث الأوفر سيلينج هو المخزون التخيلي. السيستم بذكاء بيحسب لك انت تقدر تبيع كام بوكس بناء على الستوك الأقل في المكونات. يعني لو العرض فيه تي شيرت وبنطلون وعندك في المخزن 100 تي شيرت بس 10 بناطيل بس، السيستم هيقول لك ان المخزون التخيلي بتاع العرض ده 10 بس. مستحيل تبيع اوردر وتتفاجئ وانت بتحضره ان مفيش بضاعة. وطبعا لاننا سيستم تحليلي في الاساس، تابة التحليلات بتديك الخلاصة. 4 مؤشرات سريعة بتفهمك الدنيا: اجمالي البوكسات، النشط منها، اللي مخزونه منخفض، ومتوسط هامش الربح بتاعك من العروض دي. ده غير انها بتوريك ايه اكتر عرض بيكسبك واكتر عرض بيتباع، وتكرار استخدام المكونات عشان تعرف ايه اللي بيتسحب بسرعة وتلحق تطلبه من المورد قبل ما العرض يقف. بشكل اجمالي موديول التصنيع بيريح البال وبيخليك تعمل عروض وانت مسيطر على مخزنك وارباحك. طيب البوكسات دي لما تطلب ازاي بتتخصم من المخزن وقت الشحن، وازاي بتتفك في البوليس عشان العامل اللي بيغلف ما يتلخبطش؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي في رمانة الميزان او موديول التحضير. استنونا.